خلوني افرح، عايزه افرح، نفسي الفرحه تخش حياتي. مش هينفع اقول كده، ما لحقتش، محدش بيشوف، محدش يعرفني، انا لسه محدش يعرفني، انا ما لحقتش. اللي ما يعرفنيش انا نام. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل في الدنيا وليه، وهل دي علامه من ضمن العلامات؟ بصراحه الواحد بقى بيخاف يقول اي حاجه. يعني انا حاسه ان مبقاش في حد بيعرف يستمتع بالكونتنت، سواء ترفيهي سواء تعليمي. محدش بقى بيعرف يستمتع، محدش بقى بيعرف يتفرج، محدش بقى بيعرف يخليه في حاله من الاخر. يعني الواحد خايف ليه؟ لا معرفش. يعني فكره ان انا الاكتر حاجه انا بحبها وبحب اعملها، في يوم ما اعملها تبقى بالنسبه لي ضغط نفسي. طب هو انا خايفه اقول حاجه تتمسك عليا، يحصل لي مشكله. انتوا شايفين الوضع عامل ازاي في السوشيال ميديا وفي الدنيا؟ يعني مش عشان حد غلط يبقى كل اللي بيقدم حاجه يبقى هو غلط. ليه لازم كل حاجه يبقى فيها غلط؟ يعني انتوا مثلا الطبيعي ان انت موظف، بتقوم من النوم تروح شغلك، ترجع من شغلك، تتغدى، تقعد شويه تنام. دي الحياه الطبيعيه. لكن يعني ايه واحد يبقى بيجيله فلوس من السوشيال ميديا؟ يعني ايه واحد يبقى بيجيله فلوس اكتر مني؟ انا دكتور، وهو ايا كان هو ايه في الحياه، ان شاء الله لو مش متعلم وبيعمل حاجه، بيقدم حاجه، في ناس بتحب ده، في ناس بتستمتع بيها. مش عشان انت ما بتحبوش يبقى لازم كل الناس ما تحبوش، مش عشان انت مش متقبله يبقى لازم كل الناس ما تتقبلوش. ليه تحكم عليا وعلى غيري؟ الحاجه الوحيده اللي بيحبها مثلا، او الحاجه اللي بيعرف يعملها، او الحاجه اللي بيحب يعملها، يبقى خايف يعملها. طيب ماشي، انا هقول لكم على حاجه. انا كنت بفتح لايف وبغني وبهزر وبتكلم مع الناس، مش عارف ايه، وكان بيجي لي فلوس طبعا. ما استمرتش لان هدفي كان اكبر من كده. الفلوس اللي كانت بتجيلي منها كويسه جدا على فكره. مثلا بني ادم زي شاكر ده، هو ما طلعش فجأة، هو انتوا عرفتوه فجأة عشان في مثلا فيديو طلع ليه ترند. لكن هو كان مثلا بقاله سنة او سنتين بيفتح لايف وبينزل فيديوز ومستمر وي 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 عشان يوصل لده. انت اللي عرفته فجأة. انا مثلا واحدة بتحب تغني، واحدة نفسها ان هي تبقى مشهورة والناس بتحبها والناس بتتفرج عليها والناس تعرفها. ليه اتحط في ضغط؟ ما هو انا بالنسبة لي، انا لو فتحت لايف هتواصل مع الناس احسن بكتير من ان انا ابقى قاعده بصور الفيديو ولسه هقعد امنتجه ولسه هعمل مش عارف ايه وهنزله وبعد كده بقى ارد على الناس في الكومنتات. ده كان عندي وقت ان انا اعمل ده. ليه ابقى خايفه ان انا اعمل محتوى ناس كتير قوي بتحبه، بس الناس اللي ما بتحبوش مش بس ما بتحبوش فخلاص ما تفاعلوش معاه، هم ما بيحبوهوش وكمان عايزين يجبروا كل الناس ما تحبوش. عايزين يجبروا ان الشخص ده، لا اشوف لك شغلانه حبيبي، لا. ومش بس اشوف لك شغلانه، يا ريته مثلا هم بيحاولوا او بيسعوا ان هم يقفلوا لهم اكونتاتهم. هم بيسعوا ان هم يحبسوهم وان هم يأذوهم وان هم يدعوا عليهم وان هم ليه؟ البني ادم ده عمل لك ايه؟ انت عقليتك انت مين؟ بجد انا الموضوع بجد تعب لي اعصابي بقالي يومين، مش قادره افهم ايه الفكره. السوشيال ميديا دي اسهل حاجه في الدنيا. يعني هو مش شخص عايش معاك في البيت فانت مش تقدر ان انت تتجاهله، لا. هو شخص مضايقك على ابلكيشن ما، تقدر تمسح الابلكيشن. مش هقول لك بقى ان انت ما تشوفوش او ان انت ما تعمل له بلوك او كل الحاجات، انت تقدر تمسحه. طالما دي حاجه بتاذيك بالشكل ده انت تقدر تمسحه. ربنا يهديك والله، طلعنا منها على خير. في ناس بشوفهم هم بيعملوا كونتنت معين عشان الناس بتوع رياكت يعملوا عليهم رياكت. المفروض ان المتوقع مني دلوقتي انه اغير رايي بقى. عايزه اقول لكم ان في ناس بدات، الناس الكبار، مش اللي في سننا واخدانا بهزار. الناس الكبار بقى لا، واخدانا بجد قوي. اللي هو يتصل على بابا، يعني اللي خلي الناس تاخد بالها، انت شايف اللي بيحصل في السوشيال ميديا؟ شايف يا جماعه انا ما لحقتش، ما حدش بيشوف، ما حدش يعرفني، انا لسه ما حدش يعرفني، انا ما لحقتش. ليه الرعب ده؟ انا عايشه في رعب دلوقتي يا جماعه. على ايه؟ انا ما اعرفش، ولا اكني اول واحده في الدنيا تعمل الكونتنت، فاهم؟ انا لسه ما كملتش، يعني لسه مكمله 1000 سبسكرايبر يا جماعه. خلوني افرح، عايزه افرح، نفسي الفرحه تخش حياتي. المهم انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وخلونا ندخل على موضوع حلقه النهارده. يمكن ده مش مكاني، الزمن ده مش زماني، موت. يلا بينا. اسمراني عيونه سمرة، باشا البلد والجدع راضي ورجولة. ايه بقى الحوار ده؟ انا فرحانه بالراجل ده بشكل مش طبيعي، هو جميل ويستاهل ده. بصوا يا جماعه واهدوا شويه، اهدوا، مش ناقصين قرف. اتبسطوا باللي بتتفرجوا عليه وباللي بتشوفوه. ولو مش مبسوطين وشايفين قرف ما تتفرجوش وما تقرفوناش. يعني الواحد حياته صعبه لوحدها، ما تصعبوش علينا الدنيا اكتر من كده بالله.
جميل جميل بجد، وربنا يكرمه ويرزقه. باين عليه ان هو شقيان بصراحه. دلوقتي احنا هنتكلم عن الناس اللي مخلصين الدنيا. هم مخلصين الدنيا، هم جايبينها من الاخر يعني. هم عارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه يعني. انا ما اعرفش هم قفلوا الدنيا امتى وازاي وليه، بس عملوها وطالعين بقى بيدونا ايه؟ نصايح. فتعالوا نشوف النصايح دي، يمكن نستفاد. ليه لا؟ ماسكة 5 حيل في علم النفس هتخليه يتعلق بيك ويموت فيك كمان. رقم 1، اتصال العيون، او بمعنى اصح نظرات العيون لبعضها البعض بشكل مباشر. لما تكون معاه وتبص له، بلاش انت اللي تشيل نظرك عن عيونه الاول، وده بشكل لا شعوري هتخليه يحس ان انت مسيطر على عواطفه تجاهك. انا حسيت ان انا مسيطرة. 2، استعمل معاه حيلة العطاء المحدود والغير محدود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوم تكون معاه وبتحبه وبتهتم بيه، ويوم تاني تحسسه انه عادي زي اي حد في حياتك، واهتمامك بيه عادي يعني غير مبالغ فيه. 3، ابعت له. ليه بتصعبوا الدنيا علينا ليه؟ هو ما ينفعش بقى الدنيا عادية؟ الاهتمام رايح جاي، انت بتعرف تهتم وهو ما بيعرفش يهتم. صاحبك على عيبه بقى، خطيبك على عيبه، جوزك على عيبه، ما ينفعش. 3، ابعت له رسالة في وقت غير متوقع وقول له انا محتاج اكلمك ضروري في حاجة معينة، ولما يجي يرد عليك يقول لك خير، ايه هي الحاجة دي؟ اعمل سين وما تردش. يا رب احمينا يا رب من الهبل ده يا رب. يعني هل انت في يوم من الايام كنت قاعد فاضي لدرجة ان انت قلت انا هعمل ال5 حيل الذكية موت دي؟ بما انك عارف ال5 حيل الذكية موت دي في علم النفس. انا علم النفس قال لي اوف ارهاق ذهني مش طبيعي، ارهاق ذهني مش طبيعي اقسم بالله. بالنسبه للموضوع مش هينفع اقول كده. ماشي. 4، دايما لازم تحسسه انك مشغول في حياتك، وان في حاجات في حياتك مهمة برضه، عشان انت لو متاح طول الوقت هيزهق منك ومش هيحبك ومش هيبقى حابب يكمل معاك. 5، لما تقابله وتقعد. ايه رأيك تبقى مشغول في حياتك فعلا بدل ما تحسسه ان انت مشغول في حياتك؟ ايه رأيك تشوف لك حياة؟ ايه رأيك تشوف لك شغلانة؟ اقرا كتاب بدل كتاب علم النفس اللي انت بتقراه ده، عشان ده مش شغال، ده بايظ. 5، لما تقابله وتقعد معاه وانت بتتكلم معاه حاول تلمس ايده. لو انت قاعد مع واحدة ولمست ايديها ولا لمست كتفها، ولا ممكن تقوم ترقع بالصوت تلم عليك الدنيا عادي. ده اللي المفروض يحصل، فاهم؟ في ناس عندهم مشاكل مع اللمس. لا ما تلمسنيش، عندهم حالة نفسية. انا مريضة نفسية، ما بحبش حد يبقى بيكلمني ويلمسني. اقسم بالله انا ممكن اقوم اكسرك لو عملتها معايا. الجنان ده يا رب، هو الناس دول ما شافوش تربية؟ يدرك انه بالنسبة لك شخص مهم جدا وبيملك في قلبك ركن خاص بيه هو وبس. هيدرك فعلا ان هو شخص مهم بالنسبة لك، مش ان انت شخص متحرش. بيقول لك ايه بقى؟ مال السايب يعلم الناس يفتحوا بودكاست عن العلاقات وعلم النفس وكده. وانت داخل مناقشه اسكت ما تتكلمش، سيب اللي قدامك هو اللي يهاجمك الاول وخليه يطلع كل اللي عنده. لما تعرف النقط اللي هو هيهاجمك فيها ساعتها هتعرف ترد تقول ايه، لكن لو انت اتكلمت الاول هتبقى حرقت كل كروتك. فاسمع. طب افرض شاف الفيديو بتاعك ده هو كمان وعمل بنصيحته واحنا الاتنين قاعدين قدام بعض ساكتين، ايه بقى؟ 3 حركات هيخلوا اي حد يشوفك في ايه يا باشا ملوي هدومه. اولا ما تقولش معلش هتقل عليك، قول شكرا والله كلك ذوق. الاولى هتحسس اللي قدامك ان انت شايفه اعلى منك، عامل له حساب. والتانيه هتحسسه بالتقدير بس من غير ما تصغر نفسك. ايوه شكرا الله كلك ذوق. انا ساعات على فكرة بتكلم كده عشان انا بنت قوي جدا. 2، لما حد يفضفض لك عن حاجه تخصه يبقى باين ان هو غلطان، ما تقولوش معلش كلنا بنغلط حصل خير. خير ايه؟ قول له ما حصلش حاجه، على فكره الموضوع اصغر بكتير من اللي انت فاكره، انت بس عشان جوه المشكله فمتخيل ان الموضوع كبير. بس عشان انا كارف. الاولى هو كان جاي لك عشان انت تريحه، قمت انت مكمل عليه. انما التانيه بقى بتبرمج عقله الباطن، بتخليه يلاحظ ان هو مش بيحس بالطمأنينة وبالامان غير لما بيتكلم معاك، فهيتعلق بيك طبعا بشكل لا واعي. طبعا انا ما اعرفش الناس ليه عايزه الناس تتعلق بالناس. ما تسيبوا الناس في حالها، ما تسيبونا في حالنا. وبعد كده مش هيفضفض لاي حد تاني غيرك انت. 3، لما حد
خلاص. 2,000 years later. مش عارفة. انا مش فاهمه مين اللي فاهمه الف ب رجوله حزن. انت والمشكله ان انا مش عارفه ما اقولش بعدها. هو لازم هي الاتنين ما بيمشوش من غير بعض. تطلب رايك في شكله او في لبسه، ما تقولوش حلو وخلاص. الاشيك انك تعلق على حاجه حلوه وبعدين حاجه وحشه. ليه نعمل كده في الناس؟ ما لو حتى الحاجه وحشه وهو الشخص انت شايف ان هي دي اخر امكانياته في الدنيا، ما تقولوش ليه حاجه وحشه. ليه هتقول له حاجه وحشه؟ ليه بتصعبوا الدنيا علينا؟ ليه بتصعبوها ليه؟ انا بشكل لا واعي بتبرمج عقله الباطن ان هو يسمع كلامك بس. التانية بتشكل في عقله اللاواعي ان انت عارف. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك؟ طب خليني اقولها لك بصراحه بقى، ولو زعلت مني يبقى انا صح. انت ساذج قوي، ساذج لدرجات اعرف اجيب طبقه الصوت دي. انت ساذج قوي. عارفين احنا زمان واحنا صغيرين وكنا بنعمل غلبان كده لحد امتى؟ ها ما زهقتش؟ ما كرهتش اللي انت بتزعلي ليه؟ ممكن افهم. انا ممكن افهم انت بتزعقلي ليه. انت مين؟ كلمه توديك وكلمه تجيبك. هتفضل كده لحد امتى؟ عاجبك قوي يعني ان انت ملطشه؟ ليه عامة هو يعني مش هينفع اقول كده. يا رب خلاص هلغيها. طيب اعمل ايه؟ طيب هتفضل لحد امتى بقرا في مزرعه اللي قدامك؟ مفترض هو قال بقرة في مزرعة اللي قدامك؟ طب ممكن اوصل لنصيحة؟ النصيحة اللي هتخليني مبقاش بقرة ممكن؟ ارجوك. في حسن النيه لمجرد انه بياكلك شويه برسيم كده، مع انه في الحقيقه يعني ناوي يذبحك. هو بيتكلم ان انت ما تبقاش بتفرض حسن النية. انت المفروض تبقى قاطع الكل. انت المفروض تبقى يا نهار اسود. ده الفيديو 29 دقيقة. ايه الهبل ده؟ ليه انا اقعد قدام واحد 29 دقيقة بيزعق لي؟ انت مين؟ انت في ايه يا باشا؟ انت مين انت؟ ولا منين؟ ولا انت منين انت؟ انت منين؟ يا رب الخلاص عشان خلاص. فهيجيبوا وراه اتنين لما حد بينقط تستوستيرون كده وهو بينقط لا بيعرق تستوستيرون. عرفت الناس اللي بتعرق ماشيه بعرقها دي. ارفع بنطلونك الساقط، البس زي الرجاله، اشتغل وما تقوليش انا لسه صغير. يعني انت مش صغير لما تروح تشقط بنات، بس صغير على الشغل. البنات مش هتطير، البنات هتجيلك اكتر طول ما انت ناجح ومعاك ماني. مش هينفع لا. مش هينفع لا يعني. لا. احلق اللي انت عامله في شعرك ده واحلق حلقه رجاله. من الاخر استرجل. اسمع الكلام. اوعى تعترض. اوعى. يسالك انت طلقت ليه او فركشت ليه، ما تقولوش وانت مال. امال اقول له ايه؟ انا واحد جاي بيقول لي انت ايه ما فركشتي ليه؟ اقول له ايه؟ ايه عندك عروسه؟ ايه الاجابه المناسبه اللي ممكن اردها على حد قليل الذوق قليل الادب زي ده غير ان اقول له انت مالك؟ الحمد لله ان هي انت مالك بس. قول له ليه جايب لي عروسه؟ هو انا ما توقعتش ان هو يعني ما توقعتش. طنط عفاف جارتنا جايه بتقول لي ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه انت طلعتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ بدل ما اقول لها انت مالك يا طنط؟ ايش حشرك؟ ولا جايبه لي عريس ولا ايه؟ ولا انت اللي هتقدمي لي؟ على رأي المثل اللي يتكسف من اليوتيوب ما يجيبش منه فيوز. كده نكون وصلنا لاخر فيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. الحاجات دي بقى ظبطوني ماشي. وان شاء الله بقى عند حسن توظف عند صح هبقى عند حسن حظ. لا حسن ظن. وان شاء الله هبقى عند حسن ظن. ايوه ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضراتكم.
يعني او عنده حسن ان شاء الله ان شاء الله تتبسطوا معايا ونكمل سوا، وال1000 سبسكرايبر يبقوا 100,000 ويبقوا 1,000,000 وكده يعني. وانا بحبكم، وشكرا على كل كلامكم الحلو، وشكرا على الكومنتات اللذيذه بتاعتكم، شكرا على الناس اللي تستنى فيديوهاتي. انا بحبكم 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 بحبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي.